السلام عليكم. نرجع لكم تاني في الدردشة اللي بنحاول نخليها أسبوعية، اللي بيرتبها أحمد سمير مع العبد لله. يعني بنحاول نخليها كل يوم خميس، اللي هي دردشتنا قعدة خميس. احنا نزلنا الفيديو الأولاني، والفيديو الأولاني كان حصل عليه شوية لغط موجود على الصفحة وكده، وده ما يزعلناش. احنا يهمنا ان كل واحد يقول رأيه، وان كل واحد يتكلم، وقد ما نقدر بنحاول نكون حياديين. الفيديو الأولاني تعلق بطرح العبد لله بيطرحه، بيقول فيه ان التفسير الديني بينتهي الغيبية، والتفسير العلمي لنشأة الكون برضو بينتهي لغيبية. اعترض بعض الناس وقالوا ان دي مش غيبية، احنا فقط نجهل ما يحدث عند هذه النقطة، عند وجود الكتلة اللي العالم كله ابتدى منها. احنا بنجهل، مش عارفين الكتلة دي ظهرت ازاي ولا فين، ما عندناش المعلومات والداتا. انا بقول تاني ان دي برضو نوع من انواع الغيبية، لان كده النظرية لم تكتمل. العلم قائم على تطور النظريات. يعني ايه؟ يعني تظهر نظرية، في نظرية اكتملت فالناس بتؤمن بيها، لكن يتم دحضها من خلال العلم برضو، من خلال مكتشف علم جديد. يعني العلم نفسه بيكتشف حاجة جديدة، فيقول لا يا جماعة النظرية القديمة ديت كان فيها عيوب كذا بسبب الاكتشاف بتاع كذا، فنبتدي نفكر بمنظور جديد، بنظرية مكتملة جديدة. مثلا يعني مفهومنا عن الالكترونات حوالين الذره، برضو تاني انا بتكلم وانا يعني مش عالم فيزياء ولا عالم كيمياء. الالكترونات حوالين الذره والمستويات، وكل مستوى فيه كام الكترون، والحاجات اللي كنا بنفكر فيها ديت، وحركه الالكترونات والشكل بتاعها اللي احنا درسناه في اعدادي وابتدائي. ما اعرفش الاجيال الجديده بتدرس ايه صراحه يعني. لغايه ما يجي دكتور احمد زويل ويقوم مخترع تلسكوب بيستطيع الرؤيه بالفيمتو ثانيه، فبالتالي مستوى المعرفه بيتغير خالص، وتفسير علاقه الالكترونات ببعضها وبنواه الذره والتركيب الذري اجمالا يتغير الى حد كبير، لان في اكتشاف جديد، والاكتشاف دوت اتبنت بيه نظريه متكامله جديده. فلما يكون عندي فيها نظريه فيها جزء كبير جدا شديد الاهميه، زي ان انا مش عارف ده جه منين ولا جه ازاي، ما عنديش داتا، جاهل بده، برضه بيتحول ان هو يكون غيبي. لكن ما علينا من هذا الطرح، احنا قلنا النقطه دي، هنتكلم في نقطه تانية دلوقتي. ومهم جدا ان انا لما بقول يا جماعه انا مش بتكلم في صحه او خطا النظريات، انا مش بتناقش في نظريه البيج بانج او في نظريه النشوء والارتقاء هل هم صح ولا غلط، انا بتكلم في نواتجهم النهائيه. نخش بقى في الجديد. انا شايف ان جزء من الاشكاليه اللي بتحصل، لو افترضنا حسن النية، يعني الواحد اصلا نيته كويسة بس هو تايه، جزء من الاشكالية بتحصل هو تخيلنا عن قدرة الكيان الخالق اللي خالق الناس كلها، او اللي خالق الكون كله. ليه؟ لان احنا لما بنتخيل ان في كيان خالق، اللي احنا على المستوى الديني بنسميه ربنا، عنده قدرات اعلى، بنتخيل ان هي قدراتنا بس مضروبة في ارقام فلكية. فيعني نقول مثلا انا بشوف، يبقى ربنا بيشوف بشكل اقوى مني بكتير بس بيشوف زيي. انا بتحرك، بيتحرك بقدرات اعلى مني بكتير بس بيتحرك زيي. اعتقد ان المفهوم ده يعني ايه صعب شوية على مستوى التطبيق، بل ما يجوزش تطبيقه اصلا. خليني اضرب مثال بمثال كنت سمعته قبل كده، اعتقد في فيديو من فيديوهات دكتور مصطفى محمود، اللي بنتفق او نختلف مع حاجات كتيرة هو بيطرحها، لكن المثال دوت يعني انا شايفه منطقي الى حد كبير. يعني دودة المش، مش عارف الناس دلوقتي تعرف دودة الاجيال الجديدة اللي طالعة جينزي وبتاع، عارفين دودة المش ولا لا؟ بس احنا زمان كنا بنجيب الجبنة ونحطها في بلاص، والبلاص دوت يتم معاملته كيميائيا بشكل سري من الوالده والحاجه ربنا يديها الصحه، او من اللي اقدم منها، معامله سريه كده مع الجبنه، وتتحط وتتقفل عليها وتتساب، تطلع الجبنه الحادقه الجميله اللي احنا بناكلها، وبيطلع حواليها سائل كتير كده طالع منها ومن المكونات اللي ضايفاها عليها الحاجه، والسائل دوت بيبقى هو المش. المش ده كان بيبقى فيه دود ناشئ من اسباب كتيره يعني، ولازم يتصفى وبتاع. دلوقتي في بتتعمل الحاجات ديت بدون الدود دوت، مع ان الارياف زمان والصعيد والمناطق اللي احنا طالعين منها كانوا بيتعاملوا على ان لو المش ما فيهوش دود يبقى بايظ، لازم يبقى فيه ونشيله، ده معناه ان هو مش مظبوط.
انا اسف لو كنت ضايقتكم يعني بالكلام ده، بس هو ده كان حقيقي. دودة المش ديت بقى ايه؟ عايشة في البلاص جوه المش، حياتها كده. هل لو افترضنا ان في دودة مش امتلكت وعي بشري، يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي بتفكر بشكل انساني، هيكون تخيلها ان في عالم بره البلاص؟ طب لو وصل بيها الخيال الجامح ان يبقى في فعلا عالم بره البلاص، بالنسبه لها هيبقى العالم دوت، تخيلها، قدراتها الذهنيه، في رايكم هتكون ايه؟ يعني اعتقد واضح جدا ان هي هتفكر ان العالم بره البلاص مش زي العالم اللي جوه البلاص، صح؟ طب لو وصل بيها الخيال والذكاء والتعقد ان هي تلاحظ ان في كائن ما بيفتح غطا البلاص وبيعمل حاجه وبيقفل الغطا تاني، هتتخيل شكل الكائن ده ازاي؟ ما عندهاش في حدود قدراتها الذهنيه والمعرفيه ان هي تتخيل حاجه غير ان هو يكون دوده مش زيها بس ضخمه. طبعا ده خاطئ على الاطلاق. لو افترضنا بقى ان في بني ادم امتلك القدره على التواصل مع هذه الدوده، وقال لها ان هم بره، ان احنا بره بنمشي على رجلين وراكبين عجل، وهي راحت تقول لبقيه الدود ده بره البني ادم اللي بيفتح البلاص دوت بيمشي على رجلين وبيركب عجل وبيتكلم ببقه هيقول لها ايه؟ اكيد هيعترضوا اعتراض كبير جدا، اكيد هيتعاملوا على ان ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده، لان ما عندهمش القدره في الاساس على استيعاب تركيبه مختلفه خالص عن تركيبتهم اللي هم عاشوا فيها طول حياتهم. الكون حواليهم هو المش بطبيعتهم، صح؟ مش عايز اتكلم من منظور واحد مؤمن بوجود ربنا، انا بحاول اتكلم طول الوقت من منظور واحد يعني بين البنين. لكن لو كنت بتكلم من منظور واحد مؤمن بربنا بوجوده، كنت هيبقى عندي الاعتقاد ان احنا بالنسبة لربنا اقل من دودة المش بالنسبة لنا. فاذا كانت دودة المش مش قادرة تستوعب وجود انساني بره، هل انا هستوعب الوجود البشري الالهي؟ اذا كانت دودة المش مستحيل تتخيل ما هو خارج نطاق البلاص، اذا كانت دودة المش مستحيل تتخيل اي شكل مغاير للي هي تعرفه طول عمرها، هل انا هكون عندي هذه القدرة على تخيل كائن الهي؟ خلي بالك انا بتكلم على الكون، يعني كل التغيرات وبكل الاشكال الغريبه وبكل الكواكب اللي احنا نعرفها واللي ما نعرفهاش وبكل المجرات اللانهائيه وكل يعني هذا الكون الضخم دوت، لو كان في كيان عامله، الكيان ده بالنسبه لي انا بقى اللي اقل من كده على في الرمل. يعني لو كان كوكب الارض حبايه رمل، فاحنا اقل بقى اعتقد من حبايه الرمل. فهيكون العلاقه ما بين هذا الكيان الخالق وانا كبني ادم اكيد اكبر بكتير من العلاقه اللي ما بين البني ادم ودودة المش اصلا. فبالتالي قدرتنا على استيعابها هتبقى اصعب بكتير قوي قوي. والاصرار على ان انا ابص لان قدرات الخالق لازم تكون شبيهه بقدراتي بس على اكبر، يعني هي لا تخلو من الغرور صراحه. خلينا نتكلم في نقطه تانية برضه. كنت انا شفت مره فيديو شفته مرتين، يعني مره شفته كده فيديو قديم شويه لطفل او مراهق في السبعينات كده، ومره شفته قريب بمنظور ارقى شويه، بيتكلم على فكره ايه؟ على فكره الابعاد. يعني ايه؟ يعني احنا لو اتكلمنا مثلا في وجود نقطه ملهاش ابعاد، انما لو في خط فهيبقى الخط ده بعد واحد. للاسف كان المفترض جبت معايا قلم، بس هحاول اشرح لكم من خلال الموبايل اللي معايا. ده كده خط، فالخط ده بعد واحد.
لو في كائن عايش على الخط ده هيبقى مقدار حركته بس ان هو يروح ويرجع، ما عندوش سكه تانية، ما عندوش حاجه تانية يقدر يعملها. تمام. انما ده كده كائن، ده كده عالم احاد الابعاد، وده كائن عايش في عالم احاد الابعاد. انما لو هو ثنائي الابعاد هيبقى عنده الطول والعرض اللي هو كده، ادي كده الطول والعرض، او كده وكده يعني علينا يعني كده وكده. فلو في كائنات عايشه هنا هتبقى زي اللي مرسومه، زي الحاجات بتاعت الكرتون، انت شايفهم هم ليهم بعدين بس وبيتحركوا. تمام. انما البعد الثالث اللي هو العالم ثلاثي الابعاد اللي هو بيبقى ليه الطول والعرض والعمق، يعني انت عندك العرض والارتفاع والعمق، فيبقى ليه 3 ابعاد. ده اللي احنا مفترض تركيبتنا فيه. طبعا اينشتاين مزود معنا كمان الزمان عشان يبقى بعد رابع، لان مفيش مكان ينفع تحدده بدون زمان. يعني هتعرف توصف مكان ازاي غير لما يكون مرتبط بالزمان اللي هو فيه، لان هو بيتغير في المكان نفسه، بيتغير علاقته باللي حواليه اعتمادا على الزمان، وبيتغير شكله اعتمادا على الزمان. ده موضوع كبير ومكلكع، ويعني اعتقد ان انا مش احسن واحد يوصله. بس عموما اينشتاين بيقول ان احنا في عالم ثلاثي رباعي الابعاد، لكن على مستوى الحجم احنا في عالم، احنا متكونين من ثلاثي الابعاد، احنا كلنا كده ثلاثي الابعاد على مستوى الحجم. تمام. فاحنا كناس موجوده في عالم ثلاثي الابعاد بغض النظر عن الزمن، يعني معلش يعني سامحوني في ده، نشوف اللي موجود في العالم الثنائي الابعاد دوت بوضوح وعارفينه كويس، لكن هو ما شفناش. فلو افترضنا ان انا عندي القدره على ان انا اشوف ناس بتتحرك وحيه في مستوى الثنائي دوت، هبقى عندي القدره على معرفه مستقبلهم. لان انا وانا شايف دلوقتي اللي بيتحرك ده، شايفه رايح جاي قصاده من الناحيه التانيه، جاي عربيه هتدهسه، هو مش شايفها، لكن انا شايفها وانا في العالم الثلاثي، هو في العالم الثنائي بتاعه. تمام. فيبقى لو انا تواصلت معاه قلت له خلي بالك في عربيه جايه، قلت له مستقبله. بل ممكن لو انا اقدر اتدخل في الصوره اللي موجوده اغير له مستقبله. هو دلوقتي رايح العربيه هتخبطه، قمت انا مثلا خبطته خبطه صغيره فرجله وجعته وثبت في مكانه ما اتحركش، العربيه عدت فما خبطتوش، فانا غيرت مستقبله. لو افترضنا بقى ان العالم اهو ده كده هو العالم الثنائي ده، هو عمل كده وفي كوره بتقع عليه من فوق، انا شايف الكوره دي وهم جوه في العالم الثنائي ده مش شايفينه. فلو انا وقفت قلت لهم خلوا بالكم في كوره جايه من فوق، ولا كاني بقول اي حاجه، مش فارقه، لغايه ما الكوره دي تلمس، بالكوره مدوره تلمس السطح فعملت نقطه. فبالنسبه لواحد مثلا بيسمعني وشاف الكوره ديت وهي بتلمس السطح، شاف النقطه، ممكن يفسرها بان تمام، او ده فعلا الكلام مظبوط او لا. وبعدين الكره تبتدي تعدي من المكان وتعمل حفره كبيره جدا، ساعتها بقت الكوره ليها وجود حقيقي عندهم، على الرغم ان هو على مستوى العالم الثنائي مش شايفها كوره، ده شايفها دايره بتوسع. انا شايف ده من بره واقدر اتكلم عنه، فانا عندي مستقبله. ولو في واحد كانت الكره ديت هتقع تحت دماغه وانا تواصلت معاه وقلت له ما تروحش، في دلوقتي حفره هتظهر وانت هتقع فيها، فما راحش، انا بالنسبه له ايه؟ هل ينفع اكون انا مثلا يعني ملاك كلمه من بره وقال له خلي بالك ايه اللي هيجرى في المستقبل؟ هل ينفع اكون انا مثلا كائن ما ورائي زي الجن مثلا وقدرت اقول له؟ طيب انا دلوقتي في عالم ثلاثي الابعاد وبصيت على عالم ثنائي الابعاد، فكانت بالنسبه له عندي كل هذه القدره العظيمه اللي هو مش مستوعبها اصلا. هل في عالم رباعي الابعاد بغض النظر عن الزمن، نحط الزمن، هل في عالم خماسي الابعاد؟ هل في عالم سداسي الابعاد؟ هل في عالم عشاري الابعاد؟ فلو في واحد كائن عايش في عالم عشاري الابعاد، مش هيكون مطلع علينا واحنا في العالم بتاعنا؟ مش هيكون عنده القدرة ان هو يساعد ويعمل بشكل غرائبي جدا؟ فلو في بقى كيان خالق كل ده، قدرته هتبقى شكلها ايه؟ هل احنا عندنا القدرة على تخيل شكل
عوالم اصلا فوق العالم الثلاثي الابعاد، ولا شكل مخلوقات فوق العالم الثلاثي الابعاد؟ هل لو في كائن موجود في العالم احاد الابعاد اللي رايح جاي ده هيبقى عنده القدره على تخيل احنا اذا شكلنا ايه، ولا قدراتنا ايه، ولا نقدر نعمل ايه، ولا نشوف ايه؟ المنطقه دي يعني بتحسسني دايما ان فكره الاصرار على ان احنا نخلي نموذج ربنا منطبق على عقليتنا وتفكيرنا وقدراتنا يعني لا يخلو من السذاجه، بل السذاجه والغرور الاثنين. وده برضو حقنا ان احنا نكون سذج شويه ونكون مغرورين شويه، بس نكون مستوعبين يعني مع الوقت يعني ان احنا صعب جدا نتخيل كيان بهذه القوه وبهذه العظمه. تمام؟ حاجه شبه ايه لما نيجي نتخيل اي حاجه من بره العالم بتاعنا نتخيلها زينا، لما نيجي نتخيل الكائنات الفضائيه بيعملوها ازاي؟ فزينا بس طلع لها قرون، طلع لها مش عارف ايه، يجوز تكون مختلفه خالص عننا بشكل كبير جدا. ولله طبعا العزه. تاني انا بحاول دايما اتفادى ان انا اتكلم من منظور ديني، بس اكيد المخلوق مش هيعرف يستوعب شكل الخالق ولا قدراته ولا اختلافه عنه في المفهوم. فاحنا بنصر ازاي يكون في كيان كبير كده عمل ده كله وما يتمش رصده باي طريقه علميه. واحد رد قال كده لانه من مفهوم مختلف خالص. يعني ارجو ان انا ما اكونش ضايقتكم ولكيت كتير وعدت كتير. انا بحاول برضو اقرب وجهات النظر. كالعاده احنا منتظرين ان انتوا تتفاعلوا معانا وتقولوا ارائكم حتى لو مختلفين معانا. ولو في اي واحد عنده طرح مشابه او وجهة نظر علمية تؤيد الكلام اللي احنا بنقوله دوت يشرفني ان اسمعها في اي وقت، او ضد الموضوع اللي احنا بنقوله ده برضه يشرفني ان اسمعها في اي وقت. بس ارجو ان اللي بيخش النقاش يكون حاطط في دماغه على الاقل هامش بتقبل الاخر، ان احنا نستحمل الاخر مهما كان مختلف عننا. ان شاء الله نتقابل الخميس الجاي تاني على الانستجرام وعلى تيك توك. المساحه بتاعت الفيديو ما تبقاش دايما كامله، فاحنا بنعمله على حتتين، هناك بينزل خميس وجمعه، لكن على بقيه الابلكيشنز بننزلها يوم الخميس. واتمنى تكونوا مستمتعين معنا، وان شاء الله نكمل مع بعض المره الجايه.